في مطار القاهرة الدولي ينفع تبيع أي حاجة وبدون كمان بياع. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده طريقة ماركتينج تحفة جدا للبيع. شايفين دي بارتيشن كده موجود فيه لوحات، وعايزه اقول لكم اللوحات كمان، اللوحات هنا مش بس لوحات جميله وخلاص، لا دي كمان بتعبر عن التراث المصري القديم. حواليها سياج، مش هنلاقي اي حد واقف ويبيعها، ده السياج اللي موجود حواليها. بس تعالوا نشوف اللوحات الاول مع بعض ونتكلم عليها. بصوا دي من اكتر اللوحات اللي عجبتني قوي. كمان هنا يعني احنا بنسوق كمان مش بس للوحات، احنا بنسوق كمان للتراث المصري القديم. يعني بصوا الراجل بالجلابيه هو لسه موجود عندنا في صعيد مصر. بصوا هنا كمان الست الجميله دي اللي ماسكه بلاص، كفايه ضحكتها بس تبيع اللوحه من غير حاجه. ده البارتيشن هنا بتاع اللوحات. الست المصريه الفلاحه اللي ماسكه البلاص واللي بتبيع شويه فاكهه، اللي بتعزف. والراجل بقى هنا بصوا حتى ملامحه مصورينه مع المصريين القدماء، لان هي ملامحه حته منهم اصلا، يجنن. نروح للفلاحين بقى والصعيد ونشوف حتى التجاعيد باينه ازاي، شكل رائع وتحفه. بصوا هنا، بصوا بياع السجاد، من الحاجات المشهوره جدا في التراث الاسلامي بياعين السجاد والفواكه والسوق. ومش كده وبس، حاجات كمان مودرن، يعني مش بس من التراث، لا بصوا بقى الضحكه التحفه دي. بصوا شايفين الضحكه القمر دي، ضحكه النوبه والصعيد تجنن. طب لو حبينا بقى نشتري لوحه من اللوحات دي، ولا في بياع واقف ولا في حد واقف، تعالوا اقول لكم بقى هي عامله الطريقه ازاي، عامله طريقه الشراء ازاي، لان انت طبعا مش هتقدر تشتري لوحه كبيره زي كده وتطلع بيها الطياره. بصوا بقى هنا، هي هنا كاتبه thanks for stopping by I'd like to read your comments، وسايبه QR كود ينفع من خلاله تتواصل معاها وتشتري منها، وكمان الرقم الموبايل. وسايبه هنا اجندات علشان تقدر ان انت تكتب فيها الكومنتس بتاعتك. ناس طبعا كاتبه كومنتات كتير جدا جدا لطيفه، يعني لان هي فعلا تستاهل ان هي يتكتب عنها كومنتات جميله قوي. ولسه ياما نشوف في مطار القاهره الدولي.